فقول أتت بطعام، أم سلمة أتت بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضعته أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحفة، والصحابة حوله مجتمعين، أو الصحابة حوله مجتمعون. نعم. فلما بدأوا يأكلون وإذا بعائشة قد أتت من هناك متزرة. تدريش معنى متزرة؟ شادة وسطها كذا بإزار، وفي يدها فهر. فهر شو؟ حجر. فأتت على تلك الصفحة ففلقتها بين يدي رسول الله وبين الصحابة، فانفلقت فلقتين وتناثر الطعام. إيش هذا المنظر يا عائشة؟ إيش هذا رضي الله عنك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة جالسون، ثم تأتي متزرة وفي يدها فهر كما في الرواية يعني حجر، فتفلق الصفحة فلقتين. والآن اسمعوا ماذا رد المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. لم يزد على هذه العبارة، كلوا غارت أمكم، وهو يبتسم بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. والآن خلونا نوقف شوية عند الحديث هذا. لو عندك ضيوف ومجتمع مع ضيوفك وشوية دخلت المرأة في المجلس وبسم الله لك حلوة، بالله عليك ماذا أنت فاعل؟ هذا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، تكسر الصفحة أمام عينيه وبين صحابته، فلم يزد عن قوله كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم، وكأني به صلى الله عليه وسلم يكاد يطير من الفرح. أيوة من الفرح، لا تتفاجأ، لأنها بذلك أثبتت حبها للمصطفى إلى درجة الغيرة التي لم تتحمل أن تأتي امرأة زوجة من زوجات المصطفى وتأتي بطعام لتكسب حبه، فوجدت نفسها تثبت بطريقة أخرى: لا أقبل أن يشاركك فيها أحد يا محمد يا رسول الله. هذا معناها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما غضب، لأن بهذه الطريقة أبرزت مكانة المصطفى أمام صحابته صلى الله عليه وسلم. اثنين، هل